السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض صينية فراخ بالثوم والليمون لذيذة جدا، مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم طعمها وجمالها وريحتها بقى تحفة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. في البداية كده لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله. وايه هنعمل مع بعض التتبيله. لازم الفراخ بتاعتنا تتبل وتقعد في التتبيله مش اقل من 3 ساعات، ولو عندك وقت ممكن تبيتيها ليله كامله في التتبيله. يلا بينا. معايا فرخه وزنها 2 كيلو متقطعه ومغسوله ونضيفه زي الفل كده. معايا هنا دول 5 ليمونات انا عصراهم بما يعادل ربع كوبايه ليمون. معايا هنا كمان ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه زيت. معايا 4 ليمونات مقطعاهم شرايح. معايا معلقتين كبار من العسل الاسود. معايا كمان معلقه كبيره من الصلصه. معايا معلقه ملح. معايا معلقه ثوم، ومعايا كمان بابريكا وفلفل اسمر وكاري. من كل حاجة نص معلقة صغيرة. وهنا كمان معايا 7 بهارات، دي معلقة ومعلقة من الكاري. سوري حبايبي، من الكركم. يلا بينا. في البداية كده هعمل ايه؟ احط الليمون والثوم والبهارات بتاعتنا كلها. والعسل العسل الاسود بيدي طعم خطير للفراخ. ومعايا كمان الزيت ومعايا ربع كوبايه الميه. اقلب كده كله ببعضه. تتبيله تحفه، تدي طعم حلو قوي قوي للفراخ. واول مره كمان اعمل معاكم صينيه الفراخ بالثوم والليمون، لذيذه بجد. تابعوا معايا الفيديو عشان ايه تشوفوا احنا هنعملها ازاي، وان شاء الله تعجبكم وتنفذوها. اسقط بقى الفراخ. واروح جايبه الليمون اللي انا مقطعاه شرايح واقلب بقى كده. ممكن تقلبي بايديكي، ممكن تقلبي بالسباتيولا، ده ترجع لك كده. انا حطيت بقى الفراخ بتاعتي في التتبيله الحلوه الجميله دي. هغطيها باسترتش واحطها في التلاجة. انا عندي يعني وقت كافي، فانا هبيتها ليله كامله في التتبيله زي ما انا قلت لك في بدايه الفيديو. لو ما عندكيش وقت يبقى 3 ساعات تقعد في التتبيله. هتعدي الفتره اللي انا بقول لكم عليها ونرجع مع بعض عشان خاطر نعمل احلى صينيه فراخ بالثوم والليمون. رجعت تاني يا حبايبي بعد ما الفراخ بتاعتنا باتت في التتبيله زي ما انا قلت لكم بالظبط. شايفين شكلها حلو ازاي؟ انا جايبه
حبايتين من البطاطس وقطعتهم بالشكل ده، وحبايتين من البصل وقطعتهم برضو بالشكل ده. هجيب الصينيه بقى، البصل اللي انا قطعته هرصه كده في الصينيه. حطيت البصل بالشكل ده، اجي بقى ايه احط البطاطس كده، رصيت البطاطس. هعمل ايه بعد كده؟ معايا ملح، راح واخده شويه صغيرين خالص، قيمه مثلا ايه نص معلقه صغيره، ورشاقه، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه شطه، واروح جايه بقى ايه حاطه الفراخ الصينيه كده، وارص الفراخ بتاعتي في الصينيه نفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. هغطي الصينيه بتاعتي بقى بورق فويل، مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200، اعلى درجه عندك في الفرن، اعلى درجه عندك في الفرن 200 250. تدخلي بقى ايه صينيه الفراخ بتاعتك، هتقعد لمده 60 دقيقه ساعه. بعد 60 دقيقه ما يعدوا تروحي شايله ورقه الفويل، شايله ورقه الفويل كده، وايه ومخفضه درجه الحراره على 180 لمده 30 دقيقه، وتشغليها تشغلي الشوايه علشان خاطر تحمر الفراخ وتدينا لون الشوي الحلو الجميل ده، اللون الذهبي الحلو. انا دلوقتي بقى ايه هغطيها بورقه الفويل وهحطها في الفرن زي ما انا قلت لكم. اول ما تستوي هرجع لكم تاني. في الفتره دي بقى انا هعمل شويه رز بالشعريه، الاكله الجميله بتاعتنا دي بتتقدم معاها رز بالشعريه، طبق سلطه، طبق سلطه طحينه، زي ما تحبي. صينيه الفراخ بتاعتي هتستوي ونرجع مع بعض تاني. لحظه يا حبايبي، قبل ما احط الصينيه في الفرن انا نسيت اقول لكم على حاجه. قبل ما احطها في الفرن وقبل ما اغطيها بالفويل، في حاجه بسيطه جدا، باقي التتبيله هحطها كده، ومعايا كوبايه من الميه. هغطي الصينيه بقى بورق الفويل واحطها في الفرن، واول ما تستوي هنرجع مع بعض تاني. رجعنا تاني يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده صينيه الفراخ استوت، تحفه تحفه تحفه. الريحه جميله جدا، يعني انا مش قادره اوصف لكم الصراحه حلاوتها وطعمتها وريحتها خطيره. التتبيله
توم وليمون مع بعض عاملين شغل عالي بجد. عايزاكم تجربوها بكل تفاصيلها اللي احنا عملناها مع بعض. يعني خطيرة بجد، هتعجبكم ان شاء الله. زي ما انا قلت لكم عملت معاها رز بالشعرية، وعملت سلطة طحينة، وعملت سلطة خضراء. ودي كانت الوجبة بتاعتنا النهاردة والأكلة بتاعتنا النهاردة. يا رب تعجبكم. الفراخ أنا عايزة أقول لكم الفراخ دايبة دوب، والبطاطس بقى مستوية وطعمها خرافة. الفيديو بتاعي خلص، يا رب يعجبكم. إذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير، وفعلوا لي زر الجرس، واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.